بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 11 من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله تعالى. كنت سميت مثلا نبدا درسني عدان في موضوع الطهارة، من بعد نشرح فرائض الوضوء. الساقي ما يرضى ربي سبحانه نهضر في سنن الوضوء، أكد فضائل الوضوء. ما يقعد الوقت إن شاء الله نكمل مكروهات الوضوء. كنت سمكثير فرائض الوضوء ند 7. الفريضة ثم زواروث هي فريضة النية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذي النية. وندايث مثلا النية محلها القلب. النية ذقول ما ينطق ديونيس إذا نطق بها الإنسان فالحرج مرفوع، ولكن خلاف الأولى، وقد تكون ثغرة تؤدي إلى الوسوسة في النهاية. يعني ماذا بك يولد قرار نويت الوضوء مثلا، نويت أداء فرائض الوضوء، خاطر لو كان يتمسلايا دياسيون وسهات أثيكشم الوسواس. لذلك الأصل أن النية لا ينطق بها، لا يتكلم بها، فمحلها القلب. نهضرد الفرض والسين غسل الوجه، وقلنا ربي سبحانه قال في القرآن الكريم: فاغسلوا وجوهكم، كما في سورة المائدة. الفرض مرة واحدة، يعني ما يستلزم ميس يوثنتي كلت يكفي، هذا يجزئ، مرة واحدة تجزئ، لأن الفرض أقل ما يتحقق به مرة واحدة. وطبعا ذكرنا حد الوجه، قلنا من منابت الشعر المعتاد إلى نهاية إلى منتهى الذقن كما قلنا. والأصل، وبالنسبة للأصلع الذي انحسر شعر رأسه، طبعا يبدأ من المكان، من منابت الشعر المعتاد. والثلاثة ندغس اليدين إلى المرافق، يعني ثرذا يفس. نبود حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم وصل 4 مسح الرأس، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، أيضا من منابت الشعر المعتاد إلى نقرة القفا المدفير. هذا من هنا من الأمام إلى الخلف، النهاية عند نقرة القفا. ولفظ الرأس يقع حقيقة على جميعه دون بعضه. هذا عندنا في المالكية، ولكن عند غيرنا يعتمد على بعض الأدلة، منها الدليل اللغوي ما يتعلق بمعاني الحروف. معاني الحروف، الباء قالوا بأن الباء تفيد التبعيض، وقالوا بأن الباء تفيد الإلصاق. لذلك مثل ميون يغلظ مقبض ساق الروس يخدم كنكا نغسل سكنفوسي سكا، فهذا جائز. نكوني نغسل يمكن تساغ الوضوء هكا من بضا مسح الرأس أنفذوسيا من المنابت، منبت الشعر المعتاد هكا، وقذ الفرض ودنوال. ولكن مثل ميون يخدم كنكا يمسح كان مقدمة الشعر مثلا، هذا أمر جائز يجزي، اعتمادا على أدلة، منها دليل لغوي يتعلق بمعاني الحروف. خطر اللون الباب مهم جدا في اللغة، وعنده علاقة باستنباط الأحكام. كي تسمع قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، في ورش، أو وفتحت أبوابها، واوني واو الحال، يعني أهل الجنة يأتون إلى الجنة ويجدون الباب مفتوحا دون طرق. هذا في مثبوت الجنة اللي ثبورا للجنة اللينت. الباء والفاء والواو مطلق الجمع، واليوم يكون عندنا عودة إلى هذا. أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. هي حروف العطف هنا برك وردت. أماته فأقبره، الفاء ثقي حرف له معنى، حرف أداة عطف
ولكن يفيد الترتيب مع الفورية. الواو يفيد مطلق الجمع، ثم يفيد الترتيب، ثم تشترك مع الفاء في الترتيب، ولكن تفترق معه في التراخي في المدة. الفاء تفيد الفورية ولكن ثم تفيد التراخي. أماته فأقبره، أما بالنسبة للنشور ثم إذا شاء أنشره. لذلك الذين اعتمدوا على هذا الدليل، هو من الأدلة المعتمد عليها، قالوا بعض الرأس يجزئ وامسحوا برؤوسكم. وبعدين غسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، وذكرنا أحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها: ويل للأعقاب من النار، من النار، النون من النار. حديث أخرجه الإمام مالك في باب الطهارة. وكذلك حديث آخر أخرجه الإمام الترمذي: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. جمعنا بين الحديثين لقينا بلي التحذير شمل الأمرين معا، في كعفوريني أكذ بطون الأقدام، خاطر في كذا ذي مكان إما ذعذن إما الغاشي غفل في الناس، مع التخليل بين يعني في أصابع وبين أصابع الرجلين، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فخلل الأصابع. الحديث أخرجه الإمام الترمذي. من بعد وستة ناد الدلك الفرض وستة معناه إمرار اليد على العضو المغسول أو الممسوح. هاد الساعة دير فوسيك في العضو المغسول ونسر دا فوسيك نغض ذو ذميك نغض ضاريك قبل أن يجف. والدلك قلنا لابد أن يكون خفيفا، لا يكون يعني شديدا ولا مكررا، لأن الشدة والتكرار كلاهما يدعو إلى الوسوسة. مثل والله ضيو الناس السيري يتعاوذ بزاف أثيكش من الوسواس. لذلك قلت لكم وأكد أن الفقه علاج. الفقه الحديث مدينة: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والخيرية هذه منها، العبد ما يتهنى، يعبد ربي مرتاح، يعبد ربي ذي الراحة، ماشي يعبد ربي ذي القلقة، خاطر الوسواس يتقلق بابيس. آخر فرض شرحناه الموالاة، يعني ما يكونش هناك تراخي بين العضو السابق والعضو اللاحق، فالفارق اليسير مسموح والفارق الكبير غير مسموح. الآن سادتي نشرع في سنن الوضوء. سنن الوضوء ذكرها والفضائل كلها بداها المصنف ابن عاشر من البيت رقم 63 إلى البيت رقم 72. ثقيل الأبيات من البيت الشعري رقم يعني في المتن من البيت رقم 63 المذ البيت رقم 72. ذا قد يبوي سنن الوضوء، إذ يبوي كذلك فضائل الوضوء. سننه السبع، ميم السنن السبع، الفرائض السبعة وكذلك السنن السبعة. يبدأ دينك غسل اليدين، ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، وبعدين مضمضة، استنشاق، استنثار، وبعدين ترتيب فرضه وذا المختار. ذا المختار معنى المشهور، وبعدين وإحدى عشرة الفضائل، بعدين هضرت في الفضائل: أتت تسمية وبقعة قد طهرت إلى آخره. تقليل الماء، ولو كان يولد يغلظ ذي البحر، إلى يقتصد في الماء. معناه الفقه يعلمنا الاقتصاد في الماء ولو كان الماء كثيرا. ميم لو كان يغيون اللوضو قاسيف نغذي البحر نغذي العنصر ذاكي. هذه من الفضائل. إن المصنف تقليل ماء وتيامن الإناء، معناه تجد الإناء الطاسنية تجد على الجهة اليمنى، والشفع والتثليث فيما سلنا، بدء الميامن سواك وندب، يعني بالنسبة لاستخدام البدء بالميامن، وكذلك استخدام السواك إلى آخره. في كذا يأكل الأبيات كامل نشرحها إن شاء الله مفصلة من خلال هذا البيان. سنن الوضوء.
حسب هذه الأبيات كما قلت لكم بدأت الفضائل البيت 63 الميد البيت رقم 72. ما ردي نظر السنة تدخل في المندوب بالنسبة للحكم التكليفي الذي هو قسم من قسمي الحكم الشرعي. نشرح. الحكم الشرعي يعني هو خطاب الله عز وجل للمكلفين، وقي شرحناه فيما سبق. بدي نظر الحكم حكم الشريعة، لذلك كنت نقرر ما رأي الشريعة. بعض الناس يسألون مثلا في الفقه أكيني ما رأي الشريعة، ذي شو ذرين الشريعة. الشريعة تعطي الحكم ماشي الرأي، أنت تعطي الرأي، كل واحد يعطي رأيه، ولكن إذا تعلق الأمر بالحكم الشرعي لابد أن يستخدم مصطلح الحكم ماشي مصطلح الرأي، الحكم الشرعي. ولكن آراء الفقهاء لهم آراء، لهم أفكار، لهم فهوم، لذلك نقول اختلفت آراء الفقهاء، ما نقولوش اختلفت الأحكام الشرعية، ما نقولوش هيك. حكم الربا باين، حكم الشريعة في الربا الحرمة يكفى ووال. حكم الشريعة في الصلاة الفرض، فرض العين. حكم الشريعة في صلاة الجنازة فرض كفاية. حكم الشريعة في الاحتكار المنع أو الحظر أو الحرمة، وهكذا. لذلك الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المكلفين، لازم تكون هذه القيود. هو حكم لا يقبل الرفض أو الرد الشرعي نسبة إلى الشريعة تمييزا له عن الأحكام الأخرى. وبعدين قلنا للمكلفين، المكلف هو الشخص الذي البالغ العاقل الذي لم تطرأ عليه طوارئ أو عوارض الأهلية، فمنها الجنون، فالعقل مناط التكليف كما يقول الفقهاء. والخطاب أو الحكم التكليفي، الحكم الشرعي قسمان: حكم وضعي وحكم تكليفي. الحكم الوضعي شرحناه فيما سبق، إما يكون شرط، إما يكون سبب، إما يكون مانع، هذا كله شرحناه بالأمثلة. ربي سبحانه مثلا تظل الظهر عند دلوك الشمس، عند الزوال، لا تجب قبل ذلك، ومن صلى قبل ذلك فقد صلى نافلة، فقد صلى صلاة الضحى مثلا، ولكن ليست فريضة. وكذلك بالنسبة للصيام، هل يمكن أن نصوم شهر رمضان الآن؟ لا يمكن، إلى أن يحضر. وهل يمكن الإنسان أن يحج في غير أو يعني في غير أشهر الحج؟ لا يمكن. رمضان أيام معدودات، والحج أشهر معلومات، والصلاة فرائض مكتوبات، وإلى غير ذلك، والزكوات كذلك أنصبة محددات، وهكذا. هذه أمور أحكام شرعية. فالحكم الوضعي معناه يكون إما سبب، إما مانع، إما شرط. ولكن بالنسبة للحكم التكليفي لأن خمسة نثنيد: إلا الفرض، إلا المندوب، إلا المباح، إلا الحرام، إلا المكروه. الآن مادام قلنا سنن الوضوء، وين تدخل في قسم الندب، في قسم المندوب، وهي من أقسام الحكم التكليفي كما ذكرنا. يعني ما معنى السنة؟ ما طلبه الشارع ولكن من المكلف طلبا، إما نقول غير ملزم، ولا نقول بلا تحتيم أو إلزام. هو طلبه الشارع ولكن بلا تحتيم ولا إلزام، هو مطلوب ماشي على سبيل الوجوب أو الفرض. ذين دينا الشرع ربي سبحانه من المكلف يظلف، ولكن ماشي الإلزام، ماشي سو حتم، ماشي ذي الواجب، ماشي ذي الفرض.
في كذاكي لان السبعة كما قال المصنف في البيت رقم 63 ثم زواروث غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما، يعني يون ما إلى ذي الإناء ذي الطاس سري يغلظوا قبل ذي جرافوسيس داخل هذه السير ذي فاسنيس 3 ثيكال 3 مرات أثنتي السير في أول الوضوء من المكف ذا كان هذه خدم مباشرة هذه السير ذي إفاسنيس قبل هذه جرافوسيس داخل. هذا بالنسبة لي يتوضا من الإناء قبل هذه جرافوسيس داخل هذه زوير 3 ثيكال هذه سميرة من ذا السمير أثندي صنغ لك سافوسيس أزلماض هذه سير فوسيس مرة مرتين 3. هذه السنة إما يلون الروبيني مباشرة ذا الروبيني أثني السير 3 أي غار خاطر ذو كذاكي إذا مزورة أثني السير بنادم قبل هذا يروح الأعضاء ويا ذيك ديجا تزديمي من حاجة النظافة ينس خاطر باش هذه السيوض أمان سيميس إلا قاتني السيوض زديث وباش أثني السيوض زديث إلاق هذه سير فاسنيس نكون يودينا باش هذه يسو ثورما ذي الكاس نغدي الطاس إما إلا صفا كافوسيك ربي نغلى عين صر أكيد نخدم أنسير قبل فوس النغ أما غدا الحول أبري أدناوى من سيمي النغ أثناوي زديث أثناوي سوذ من النغ ذا زديث وهكذا صافي غسل اليدين إلى الكوعين يعني يا مادة قبل إدخالهما في الإناء هذا من السنة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه يول ما ديكرس جضص فليغسل يده أي سيدي فاسنيس قبل أن يدخلهما في وضوئه وضوئه أم كادريني وضوئه ماشي وضوئه الوضوء هو العمل مدينة الوضوء بالضمة الوضوء ذو اللوظ نتغذكني ذو الخدمة ذو العمل. أما الوضوء بفتح الواو الوضوء هو الماء الصالح للوضوء ذمان يصلحا الوضوء. إذا صلى والسلام عليه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه هكذا تقرأ في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يعني يونوري زراران دين سوفوسيس بلك السمى النجاسة بلك كذا. والحديث صحيح أخرجه الإمام مالك في موطئه. صافي وقي السنة مزورة ثلاث مثل أتستوضي فاسني السنة في كذا غير مذكورة في القرآن ليست من الفرائض إما يولي يتسو يروح مباشرة من باب الاقتصاد الماء قليل غادي صح شوط باش نغاك الوضوء ولا نلجأ. شوف المطلوب إذا كان الماء قليلا المطلوب هو الاقتصاد في الماء بالتزام الفرائض دون السنن لكي لا يلجأ بعضنا إلى الطهارة الترابية وهذا من الفقه. إما قلق ذاك كان الله يبارك أما نشوطي قلان ذا ينسى الوضوء هل ترى بالك النفسجية وكذا الوضوء البيض روح نصار تيمم لا أمشي نخدم كل يوم الذي يصير ذي وسنتي هذه خلينا اقتصادي ولو تركنا السنن ونكتفي بالوضوء بالفرائض في الوضوء وهذا يجزئ لكي لا يلجأ بعض المصلين منا إلى الطهارة الترابية أي إلى التيمم هكذا. هذا من الفقه سبحان الله. تذكرت ثورة لكي ثورة تفض ذي الروبيني تبذير الماء يعني تفض يروح يصير طوموبيليس تسير يغسلها السيارة نتاعو يخلي تيو يمشي هو يروح بالعقل يدير الصابون ويغسلها وبراحته إلى آخره. هذا في العبادة ربي الشرع نتاعنا يعلمنا كيف نقتصد وخاصة راه الصيف جاي وفي الصيف عادة في أزمة الماء
ما نتكلموش على الناس اللي ما عندهمش ازمه يقول لك نورمال ما كاش ازمه، ولكن نشوفوا الناس اللي الضرك مازال يجيبوا الماء على ظهور النساء وعلى اكتاف الرجال، ويجيبوا على ظهور ايضا الدواب، لان داغسا مازال ولا شامان وثوالام العوامي نقولها الحمد لله ربي كرمه، ولكن العوامي قاعدان خصنا مليح ميلانا كثوره لن وقادي خصنا كثوره مازال يرفدني في ذوني الى اخره. صافي الاقتصاد مطلوب، وكما يقولوا اهل الاختصاص في الاستراتيجيات في المستقبليات يقول لك من ازمات العالم الكبرى هي ازمه الماء. الدراسات الاستشرافيه المستقبليه وقادي توينا كغرزات تحزفا نند باللي بارمي اوغورني مقرانا ارث عيش تخلقي مره ذو غور بامان يزمر ديالي ومان نتلويث السبه نتلويث اماكن يزمر ديالي القلب ومان السبه نشوال. قد يكون الماء هو يعني عامل سلم في المستقبل، وقد يكون الماء عامل حرب واضطرابات على مستوى الشعوب وعلى مستوى الدول. خطر لماذا؟ لأن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد بيان، أكتفي بهذه الإشارة. لذلك مطلوب الإنسان يقتصد في الماء، وهذا نتعلمه في الوضوء. وفي ما نهضروش على الوضوء الأكبر، كان اللي يتوضا بالك 200 ريتلا باش ينحل الجنابة ولا باش يدير الطهارة الكبرى. لماذا؟ هكذا بالتبذير إلى آخره، في حين يعني كمية قليلة من الماء تكفي. في سنة المضمضة المقصود بذلك إدخال الماء في الفم داخل الفم وتحريكه ثم طرحه. صافي لأن هو 3 عمليات: إدخال الماء في الفم، ماشي كشنفور كان كيدخل في الماء، لقد كشمي هما دخل كيمي إيمي نغقموش في رواية أقموش إيمي في سناث تحريكه، وهذا هو فعل المضمضة، في حركة باد مؤمن دخل باش يريد ثغمسيس إيميس. في 3 طرحه يعني أثيد السفر. وطبعا في رمضان الفقه يعلمنا باش الإنسان لا يبالغ لا في الاستنشاق ولا في المضمضة، ماشي بيخدمك أمان داخل ثم دقيقة بعد هذيك كانت مقوى. قال لك كان واحد راح يتوضا الصيف، جا رمضان في الصيف، وبعدين هو بدا في صلاة هذاك العام، وبعدين قالوا والله غير سخانة رمضان واعر. قال لهم لو كان ماشي هذيك 3 شربات نتاع الظهر العصر هو فاكر بلي يشربوها يعني، قال لو كان ماشي هذيك شكون يصوم؟ فبالتالي واحد لا يبالغ، المبالغة في المضمضة أو في الاستنشاق مكروه. إذن المضمضة إدخال الماء داخل في الفم وتحريكه ثم طرحه، يعني بدم هذه السفر أمن. السنة 3 الاستنشاق والاستنثار: إدخال الماء للأنف في الأنف وجذبه بالنفس، يعني بلاد ما يخدم كامان سنزارني سوا نجبد سنفسيس بلا مبالغة، خاصة في رمضان، هذا هو المقصود. وبعدين الاستنثار معناه طرحه إلى الخارج، طبعا باليد اليمنى ندخلوه باليد اليسرى نخرجوه، إلا إذا كان واحد عنده عذر في يده يجوز باليمنى، كلش باليمنى، أما كان يجوز باليسرى، ما إلا أفوسيس يعني عاجز، أحدهما عاجز يستخدم يدا واحدة. فقي السنة 3. السنة 4 كما وردت في المتن مثل ابن عاشر: رد مسح الرأس. صافي قلنا من نروح هكاكي من منابت الشعر المعتاد إلى نقرة القفا المدين، هذا فرض، رده السنة. إما يروح كان آلي ويخدم الروتور يجوز، يجا الروتور ما عندوش حرج، والاستقرار قد يعيد غارو فيها خاطئ لا يعيد. ورد مسح رأسه كما ورد في متن آخر. 5
مسح اليدين، مسح الأذنين عفوا، يعني ما المقصود بمسح الأذنين؟ معنى مسح الظاهر والباطن مرة واحدة. بعض الناس يفهم كل شيء ثلاثة، كل شيء ثلاثة، مما قروا ثلاثة يمزغ ثلاثة، خاطئ. مرة واحدة، مسح الأذنين لحديث ابن عباس مرة واحدة، ولكن يمسح الظاهر والباطن وبلا مبالغة. بمعنى ذي مسحك يمزغيس ذي فرايقي أو كداخل، ماشي ذي غير من داخل وذي تكيس وضاضيس، هذه دعوة حساسة هذه الناس سونسيبل، هذه الكيمانيس. لذلك كان اللي مرغوب بسبب المبالغة والغلو، مي تطفيون سي زمك سي الشدة يزمر دياوي البلا إيمانيس. إذن مسح الأذنين إلا ثلاث السنة في الستة، ذا شوت تجديد الماء لهما. بمعنى هذه من السنة. دي فايو المثل اللي كيمسح قرويس شبوبيس قروس من بعد سويلي دي قوارنا كني أذيرني مزاغيس، هذا جائز، هذا جائز. ولكن من السنة تجديد الماء، من السنة باش أدي عوذامان أدي خدمي وقروا وحدس هكا أبري أدياوي أمان شوت كان بوامان وذي خدم يمزاغيس صافي أقر وحدس يمزاغيس وحدس. ثورا أدنس السنة السابعة والأخيرة ترتيب الفرائض، ترتيب الفرائض. شحال الفرائض الأربعة، الفرائض القرآنية تقادني لازم ترتب، يعني 7 ولكن لازم تترتب. المقصود خاطر الآية الخامسة والآية السادسة من سورة المائدة تخلينا نحترم ذلك الترتيب، رغم أن الواو هو الذي ورد في هذه الآيات، والواو كما ذكرنا يفيد مطلق الجمع، الواو يفيد مطلق الجمع. مع ذلك الإنسان قدم أو أخر فالحرج عنه مرفوع ووضوءه صحيح. ولكن من السنة ترتيب الفرائض، فيقدم الوجه على اليدين، يقدم الوجه السردذم على اليدين إلى المرفقين، وتقدم اليدان على الرأس، يزول بدن أفو فاسنيس أفو سيفوس أو كذفوس الظلماء قبل مسح الرأس. والرأس يقدم، مسح الرأس يقدم على الرجلين بهذا الترتيب. إذن يقدم الوجه على اليدين، وتقدم اليدان على الرأس، ويقدم الرأس على الرجلين. ثورة انتهينا من السنن كما وردت في متن ابن عاشر. ثورة نروح إلى فضائل الوضوء. فضائل الوضوء 11 كما ورد في بداية البيت رقم 65. لانت 11 من الفضائل. ثم زورة الفضيلة الأولى المكان الطاهر، معناتها اللي ممكن يتوظف كرمكم الله في الفيسي، ممكن يجوز، ولكن الفضيلة تقتضي أنك تتوضأ في مكان طاهر. إما إلا حارب باش تلحق تظليف يولي تاغ الوضوء يصل دبان ويض لازم هذا الوضوء داخل البيسي نورمال، فقط يحترز عسكري مانيس باش يعني لا تتطاير إليه النجاسات. ذايا كان ذي يخدم تاوي الأمك إذا كارطون في غوم كيفاش يخدم نور يسكتر الرمال بالشكل اللي باش ما يطيرش هذيك النجاسات إلى ثوبه أو إلى بدنه. ذايا كان، وإلا فالأمر جائز. إذن من الفضائل المكان الطاهر أمكن زديا. الفضيلة الثانية استقبال القبلة، استقبال القبلة، ما يغلظ إلى غير القبلة يجوز، ولكن الفضيلة إذا تيسر الأمر فلما إلا الروبيني وثاكيلات نكوينو سادسية أمك القبلة غتساكا ماشي هكا ونخدم راه التكليفي مالنا تجد الفضيلة من الفضائل.
مما لا يون يفضي الخلا باش يغلظوا، يكون عنده الرفلكس هذا مباشرة السين يستقبل القبلة لأن الأجر الفضيلة، وطبعا كل حاجة بالأجر كل حاجة بالحسنات. لذلك نفتح قوس الحسنات هذه حصاد، كل واحد واش يكتب له ربي. اللي عنده الحوانت، هذا حانوت هذا حانوت في نفس الشارع، هذا يبيع الأثاث المنزلي، هذا يبيع مثلا اللباس، هذا يبيع مثلا ادوات الغيار ولا آلة الغيار هذه لي بازيطاشي الى اخره. العشيه كل واحد عنده لا روسيت نتاعو، كل واحد عنده شحال، كل يوم شو يربح، ويربح مليون و500 ألف و20 مليون و10 مليون كل يوم، اش يكتب. لذلك الحسنه تقيث مثل حصاد كل يوم اش عنده موفق شحال راه يجمع دكواس. لذلك المزايدات بين المسلمين بالسنن امر مرفوض. باش اذا كان واحد اتى سنه من السنن يولي يحاسب كاع المسلمين خاطر ما جابوهاش، فهم ضامي يشدد اكي ما راكش دير السنه هذه ما راكش دير بالعقل اخويا العزيز. ممكن واحد يجيب 500 سنه راك نقولها لكم في امور في العبادات يعني بسرعه، يعني 500 سنه وكيفاه. ممكن انت وفقت باش دير 130 سنه والاخر 240 والاخر 100 والاخر 10، ببالك راه داير اليوم برك 10، بالك نهار واحد اخر دار 490 ها هو وصل 500 لا ندري. لذلك هذه امور فقهيه علميه وتربويه في الوقت نفسه باش الانسان لا يتشدد في هذه الامور. استقبال القبله عادي، ثقي فضيله من الفضائل. قول بسم الله هذه ايضا فضيله. طبعا في البدايه، عند البدايه الانسان يدير بسم الله، ماشي المهدينا جهرا، يقوله سرا، يقوله في قلبه بلا ما ينتقديس، وما ينفذ لا حرج، بسم الله يقوله هكذا. هذه فضيله من الفضائل. ما اذا كان واحد الانسان ما قالش بسم الله الوضوء نتاعو لا يعيده، ماشي كاين اثن عاود الوضوء خاطر ودني غير بسم الله خاطئ. فكذا الفضيله من الفضائل. وبعدين تقليل الماء على العضو، هذه سبحان الله ذكرناها في السنه، دوك نذكروها في الفضائل للتاكيد، لانه القيم التربويه راهي مقامات. كلما الانسان اجتهد في الاقتصاد كلما ارتقى مقامه ونال هذه اجر هذه الفضيله. 5 تقديم اليد والرجل او الرجل اليمنى على اليسرى. معنى الانسان هذه زوير ستايوني ما يغلط، واحد بدا باليسرى كان مستعجل غسل يدو هذه وبعدين رجع لهذه، ما يعودش الوضوء صحيح. باللي ما يفهمش هذه يعود كلش هاروفير بالك توصل لرجلين، غسل الرجل اليسرى وبعدين يقول يرجع كاع من البدايه. صافي شحال ضيع الوقت. ممكن تفوتوا ركعه، ممكن تفوتوا ركعتين، ممكن تفوتوا صلاه الجمعه مثلا. اذا كان الجمعه ركعتان قادر سيما يكفوا الوضوء تكفى صلاه الجمعه. لماذا؟ لانه لم يطبق، لم يستحضر هذه الاحكام الفقهيه. لذلك يا اخواني هذه فضيله من الفضائل، تقديم اليد او الرجل اليمنى على اليسرى اللي هو التيامن. تجي فضيله. الفضيله 6 جعل الاناء على الجهه اليمنى، الاناء، ولكن اذا كان مفتوحا. سبحان الله، شوف الدقه في الفقه. اذا كان هذا الاناء مفتوحا يلدي. اما اذا كان، لذلك في متن الرسالة وإناء وإن فتح، ولكن إذا كان ماشي مفتوح يسعى كي أفوض كيسقرنا أفوض، معناه من الناس تفانا كنوامان هذيك الفتحة، ذيك القناة الصغيرة يخرج منها الماء، لا احنا نديروا على اليسرى، خاطر اليسرى دير هكذا باش اليمنى وبعدين اليمنى تعطي اليسرى.
بهذا الشكل. في 8 الاستياك، استعمال السواك. تلاحظون بعض الإخوة جزاهم الله خير يحافظون على هذه الفضيلة، يعني التسوك قبل عند إقامة الصلاة بعد يدير ميم ديال الصلاة يصنع كذلك هذه الوضوء. هذه فضيلة. العاشر الدعاء بعد الوضوء. الدعاء بعد الوضوء، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. وبعدين رقم 11 هذه فضيلة صلاة ركعتين بعد الوضوء، طبعا في وقت الحل. أرنويس هذا القيد، وهذا القيد معتبر، بمعنى يون كي يصلي كي يتوضا كمل الوضوء يصلي ركعتين ثقي داخله في النافله. والنوافل انواع، كاين نوع اسمه نوافل ذوات سبب كصلاه الركعتين. دوك تشوف واحد دخل واش يدير؟ يصلي ركعتين. هذه اسمها نافله ذات سبب. نعود احيانا مصطلحات كثير من اخواني باش تلتصق هذه المصطلحات الفقهيه في الاذهان نوالفوها. يعني ركعتي المسجد، تحيه المسجد، ثقي داخله في باب النافله، ولكن النافله ذات سبب. شو المعنى السبب؟ سبب دخول المسجد بنية المكث أو المكوث أو البقاء. إذا كان واحد عنده نية يدخل منه ويخرج منه ما يصليش ركعتين، هذا فريد. ولا كيما اللي يخدموا الخدامة نتاع الجامع، ماشي كل ما يدخل الجامع يصلي ركعتين، هذا أمر فيه حرج. خاطر يكشم يصلي ركعتين بعدين يروح يدفد افيذون يفغل من الفرا صافي ما يديكش دا غير قد هذه يصلي ركعتين خاطئ. لذلك ذي الفقه إلى قتيلي نية المكوث، نية البقاء، ماشي نية العبور. يعني ذي عدي نمس فهمه مثلا، ولكن إنسان النية هذه يصل ركعتين ذاكي في 11 أن صلاة ركعتين بعد الوضوء. فإذا نافلة ذات سبب. ما هو السبب؟ بسبب الوضوء، إتمام الوضوء تصلي ركعتين وهي نافلة. ما إلا الوقت ذي الحلا يعني ولاش ديك الكراهة ولاش ديك الحرمة نتصلي. نعم ثورة ملي يغلظوا في الخمسة تمديث يصلي ركعتين خاطر الوقت خاطئ. سي العصر ولا المغرب ولاش النافلة إما يغلظوا في العشرة هي هذه يصلي ركعتين. هذه يخدم نيتين، نية صلاة الضحى ونية ركعتي الوضوء. هذه يوي سنة النية تسدكل. يجوز الجمع بين النيتين، نية أداء ركعتي الوضوء لنيل أجر الفضيلة مع تقرن وتدمج مع نية صلاة الضحى. هذا صافي تجي إتيس 11. ثلاث مثلا نروح إلى مكروهات الوضوء، نقولها باختصار وهي كثيرة في الحقيقة، ولكن أركز على أهمها ثم ندع المجال للحوار. ثم زواروث طبعا مديني مكروه. الكراهة هو نوع من أنواع الحكم التكليفي، نوع من أنواع الحكم التكليفي كما ذكرناهم في مقدمة اللقاء: الفرض والندب والإباحة والحرمة والكراهة. الكراهة الشيء اللي مكروه، معناها وين في خدم وليس على الإثم، ماشي كما الحرام. الحرام ما نهي عنه على سبيل الجزم والإلزام والتحتيم. من اجتنب الحرام عنده الأجر. من أتى بالحرام فهو آثم، يؤثم، يؤاخذ.
ولكن في اللي دار حاجة مكروهة ما عندوش إثم. ثم زواروث الوضوء في مكان نجس، ما عدا إذا كان النجاسة التصقت بالثوب أو بالبدن. ذكرنا موضوع الطهارة في درسنا السابق. وبعدين إكثار الماء كراهة. الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله. تلاحظون أحيانا إخواني في دورات المياه الناس تقصر بزاف، تهدر بزاف، هذا حكم الكراهة، ولكن يجوز، ماشي معناها ماشي الحرام ما يهضر معليش، ولكن أفضل الإنسان يكتفي بالحد الأدنى كرد السلام أو مجرد سؤال خفيف هكذا. أما يقصروا وفي نص يتوضاوا، لا هذا راه في العبادة من العبادات، لا بد أن يعطي العبادة حقها. في صربعة الزيادة على الثلاث. كاين اللي يقول لك نح الشك بالشك، يزيل الشك بالشك، يعني يقول لك ندير واحد 6 ولا 7 نكثر. لا الزيادة على المسح كذلك. نعم، الزيادة على محل الفرض، الزيادة على محل الفرض. مثلا الفرض إلى المرفقين، إلى هنا المدي، هو يصل حتى لهنا، يقول لك نح كاع الشك. ولا مثلا كي يغسل وجهه يزيد الرقبة نتاعو، الرقبة ثم قرطيس كويس يسير ديالك خاطئ. هذا كله حكم الكراهة. وكذلك وهو من الغلو أيضا كشف العورة. كشف العورة لازم الإنسان يستر روحه وهو يتوضأ. وترك السنة عمدا، ما اللي وديج السنة عمدا فلما يجاز خطأ يكمل وضوءه ولا يبطله، يكمله ووضوءه صحيح ما دام أتى بالفرائض. أما أنه يترك السنة عمدا فهو في حكم الكراهة. إلى هنا ينتهي لقائي معكم اليوم، ألقاكم إن شاء الله وقدر في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.